قديم فيلم اسمه قمر 14 بطولة ممثلة اسمها كاميليا معاها وداد حمدي. وفي المشهد كان في حد منزل من فترة كده صورة وكاتبين تعليق غريب جدا تحت الصورة، بيقول لك ايه؟ ابواب السماء كانت مفتوحة في المشهد ده. وداد حمدي قالت لكاميليا يا رب تموتي محروقة، قامت كاميليا ردت عليه وقالت لها يا رب تموتي بسكينة في قلبك. يتكوي يا فندم، يتكوي يا فندم، ان شاء الله تنكوي في نار جهنم. المهم ان كاميليا في الحقيقة ماتت محروقة في طيارة واتحرقت في الجو، وداد حمدي بالفعل ماتت مقتولة بسكينة في بطنها. يا هانم بهيجة هانم وقعت فيها الطيارة اتكسرت دماغها. حوادث الاكسيدان كترت اليومين دول. طيب يمكن تكون صدفة، يعني مثلا توظيف لجمل اتقالت في السينما وتوليفها مع الواقع اللي حصل، بس اللي كتبها ربطها بفكرة الدعاء، وإن ممكن أي حد يدعي بأي حاجة تبقى أبواب السماء مفتوحة وتقبل الدعوة. شيوخ أفاضل كتير ينصحوا الأمهات إنه مفيش أم تدعي على ابنها، يعني ممكن تكون الدعوة دي في وقت فيه استجابة وتقبل دعوتها، أبواب السماء بتكون مفتوحة. يعني يقول لك إلهي مش عارفة تولع فيولع. مش قادرة أتقبل الفكرة دي ومش قادرة أفهمها، يعني النقطة دي على طول ملخبطاني يا فضيلة الشيخ أشرف الفيل، وعايزة أسأل فيها إزاي منين ربنا يبدل دعوة ما فيهاش خير لحد بدعوة أحسن، وفي نفس الوقت يقوم قابل دعوة عشان السماء أبواب السماء مفتوحة. عندنا قاعدة ثابتة اسمها البلاء موكل بالمنطق، يعني ساعات ربنا سبحانه وتعالى يكون هيبتلي الإنسان بحاجة معينة، فهذا الابتلاء المعين ربنا سبحانه وتعالى بيوكله بالمنطق، يعني باللفظ الذي سينطقه الشخص نفسه. فإذا نطقه الشخص كان ذلك هو السبب. ففي أشياء في علم الله موكلة بالمنطق، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. يبقى عشان كده ناخد بالنا من الألفاظ. الدعوات التي يدعوها الإنسان قد تستجاب وقد لا تستجاب. التي لا تستجاب إذا كانت مأكله حرام ومصدره حرام ده خلاص. إنما إذا واحد توفرت فيه كل شروط استجابة الدعاء فاستجيب منه الدعاء، هل يستجاب في الفور؟ لا، كل الدعوات مستجابة، لكن مش كلها اللي بتتجاوب في الحال، ومش كلها اللي بتتاخد في الدنيا، ممكن كثير منها يؤخذ في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا يقل أحدكم دعوت فلم يستجب لي. ليه؟ لأن ممكن ربنا يديها له في الحال، ممكن يأجلها له الوقت مؤجل، ممكن ربنا يأجلها له إلى يوم القيامة. تقول لها إلهي تموتي محروقة، قامت اتحرقت، هل ده السبب؟ ده بلاء بقى موكل بمنطق. قالت الست الكلمة دي خدت نفس الحكاية، التانية قالت لها تموتي بسكينة في بطنك دي خدت نفس الحكاية، مستنيين حد يقول اللفظة دي. هي مش مسألة مش مقصودة لذاتها. فبلاء موكل في المنطق ايه؟ مسألة قدرية بحتة، لكن عشان دي كانت شخصيات عامة معروفة لدى الناس، عشان كده الناس شافت الحكاية دي. ملايين دعوات بتنفذ فيها ذلك، لكننا لا نعلم لأن احنا ما عندناش علاقة بالأشخاص الآخرين.